أسعد الله مساكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائل الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. دعوة للدفع بالتنمية المروية في شامبوكو. سيمينار تنويري في ساوة عن امتحانات الشهادة الوطنية. بناء الحواجز المائية في شبح. رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعهد بتشديد قوانين حمل السلاح. عقوبات أمريكية وأوروبية جديدة على روسيا. ومواجهات عنيفة بين الشرطة وسترات السلطة في باريس. أهلا بكم إلى التفاصيل. طلب مزارعو مديرية شامبوكو للحصول على الدعم والتشجيع اللازم لفعالية أنشطة التنمية المروية التي يقومون بها على ضفاف نهر القش. وقال المزارع أحمد سيلو الذي يعمل منذ 60 عاما لتنمية البساتين في المديرية أن التربة ملائمة للفاكهة والخضروات، ويحتاجون للأسمدة والبذور وآليات الحراثة للدفع بأنشطتهم. وأشار المزارعون عن داي تسقاي وتسفا سلاسي مسفن أن المنطقة مناسبة لزراعة جميع أنواع الذرة والبقوليات والبذور الزيتية والخضروات والفاكهة، داعين وزارة الزراعة والجهات المختصة لدعمهم للانتقال من تغطية السوق المحلي إلى التصدير. وأوضح مندوب وزارة الزراعة في المديرية السيد داود قبرزقي أن مساحة 14,000 هكتار يتم تنميتها بالزراعة المطرية والمروية حاليا في مديرية شامبوكو، قائلا أن ضعف عمل المزارعين في حماية التربة وحفظ المياه يؤثر سلبا على إنتاجهم. وحث للدفع بالزراعة المتنوعة على اقتصارها حاليا على البصل والطماطم والحمص، وتلبية متطلبات المزارعين من التجهيزات الآلية. وذكر المسؤول الفني في مؤسسة القلال والمواشي في بارونت الرائد بيان رآية أن الحكومة تعمل بمنح الاهتمام للمزارعين متدني الدخل، وتقدم لهم الآليات حسب الاستطاعة بأسعار مناسبة بالتفاهم مع الإدارات وأعضاء وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الزراعة المروية لم تحصل حتى الآن على الدعم الآلي ويمكن وضعها في الاعتبار مستقبلا. عقدت مديرة مركز الامتحانات في المعهد الوطني للتعليم العالي الدكتورة بسرات قبرو سيمينارا تنويريا في ساوة في 16 من مارس حول الامتحانات الوطنية التي ستجري في الفترة من 18 وحتى 23 من مارس الحالي داخل البلاد وخارجه. وقدمت في السيمينار المنظم للممتحنين أعضاء الدفعة 32 للخدمة الوطنية توضيحا عن المعلومات الأساسية بشأن أسلوب الامتحانات والعوامل التي يتوجب توفرها. يعني به أوضح قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دابساقدي أن على الطلاب الاستفادة الجيدة من المعلومات المقدمة، مؤكدا بأن المركز على استعداد تام لتقديم كل اللوازم. من ناحية ثانية دعم مدير مركز التدريب المهني الأستاذ تسفاي تولد المتدربين للسعي الدؤوب لاستيعاب المعرفة المهنية وضمان مستقبلهم وتعزيز المعلمين مساهمتهم المهنية. وقال أن التقييم بالتركيز على النوعية والمعايير يعتبر وسيلة للتعرف على مستويات التطور الجسدي والعقلي للمتدربين للوصول إلى أعلى مراحل النجاح. ويقدم مركز التدريب المهني في ساوة 15 مواد مهنية، ويدرب هذا السنة 2116 طالبا، 918 في السنة الثانية و1198 في السنة الأولى. يقوم مزارعو شبح بمديرية قندع بأنشطة بناء الحواجز المائية لتحويل سيول المرتفعات إلى مزارعهم. وأوضح المزارعون أن الدعم الآلي الذي قدمته الحكومة العام الماضي ساعد في إنتاج وفير، مؤكدين مواصلة العمل المنسق. وذكر المزارعون بأن العمل يجري منذ شهر بدعم الثيران، منادين لتقديم الدعم الآلي لفعالية العمل. يقوم سكان ضاحيتي حينبة وهدام بمديرية عدقيح بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وذكر خبير حماية التربة والمياه السيد كسة الرفاه أن العمل الجاري في منطقة حشملة ووادي عدقيح يشتمل على تمهيد الأراضي وبناء المدرجات والحواجز.
وقال مدير ضحية حينبة السيد جمال محمد موسى أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لإنجازه قبل حلول موسم الأمطار. حصد منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية اليوم السبت الميدالية الذهبية في ثاني جولات البطولة الأفريقية التي تتواصل مجرياتها بمدينة بهردار الإثيوبية. وجاء تتويج منتخبنا الوطني بالمعدن النفيس بوعيد تتويجه بالمركز الأول في سباق التتابع المختلط للفرق الذي استحدث لأول مرة من قبل الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في قارة أفريقيا من خلال هذه البطولة. وضمت تشكيلة منتخبنا الوطني في هذا السباق 3 متسابقين هم دانيال تخلا هيمانوت، يعقوب دبساي وميرون تشمة، و3 متسابقات هن موسانا دبساي، دسيد كيدانة وزينب فتوم. وقدم السداسي المختلط أداء لافتا في كافة أطوار السباق، استفوق منتخب الرجال بفارق نصف دقيقة عن أغرب منافسه وهو منتخب إثيوبيا، قبل أن تتضاعف القلة الزمنية عبر منتخب السيدات الذي أكد هو الآخر على تفوقه ليخرج منتخبنا ظافرا بالمركز الأول في نهاية المطاف، قاطعا المسافة الممتدة ل 24 كيلومتر في غضون 28 دقيقة و46 ثانية. وذهب المركز الثاني لمنتخب إثيوبيا صاحب الأرض والجمهور، فيما جاء منتخب رواندا بالمركز الثالث. وأشاد مدرب المنتخب الوطني سامسون سلمون بالمستوى الرفيع الذي قدمه منتخب السيدات، بينما أكد نجم المنتخب دانيال تخلا هيمانوت بأن هذا التتويج سيدفع لمزيد من الانتصارات في الاستحقاقات القادمة بالبطولة القارية. توفي يوم أمس 15 من مارس المناضل العقيد برهان زرع مريم قدي رشايدة عن عمر 65 عاما جراء المرض. التحق المناضل برهان زرع مريم في قوات التحرير الشعبية عام 1975، وانضم في القوات المسلحة ووصل فيها لمستوى قائد اللواء، وقاد مختلف المعارك ببطولة وبسالة. وللفقيد العقيد برهان 6 أبناء، وسيوار جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء بأسمرة عصر يوم قدنا الأحد 17 من مارس. وتعرب القوات المسلحة 74 في وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لوفاة العقيد برهان زرع مريم، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه. كذلك توفي أمس 15 من مارس المناضل برهان كنانة تسفو ممطع عن عمر ناهز 65 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل برهان بقوات التحرير الشعبية عام 1975، وانضم بداية في وحدات الأسلحة الثقيلة، وخدم بعد ذلك في جهاز المواصلات حتى التحرير، وبعد الاستقلال وحتى وفاته عمل في شركة ترانس هورن. وللفقيد ابن واحد، وسيوار جثمانه الثرى ظهر يوم غدنا الأحد 17 من مارس بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعبر شركة ترانس هورن عن بالغ حزنها لوفاة المناضل برهان كدانة، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه. نشرة الأخبار من الفضائية التي تتواصل وإياكم أيها السادة والسيدات، وبعد هذا الفاصل نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية تشديد قوانين حمل الأسلحة قضاء اعتداء على مسجدين ومقتل 51 شخصا شنه استرالي بأسلحة نصف أوتوماتيكية حصل عليها بشكل قانوني. وقالت جاسيندا أرديان خلال مؤتمر صحفي أن المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في نوفمبر 2017. ورحب رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا بتصريحات رئيسة الوزراء، وقال أن محاولات سابقة لوضع قيود على حيازة الأسلحة تم إجهاضها بسبب المعارضة الشديدة. ووجهت السلطات تهمة القتل للمشتبه الرئيسي في الهجوم ومثل المتهم برينتون هاريسون، وهو مواطن أسترالي، أمام محكمة جزائية في كريست تشيرش. والهجوم الذي وصفته رئيسة الوزراء بالإرهابي هو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا، ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجاته. فرضت الولايات المتحدة بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات روسية
ردا على ما وصفته بمواصلة عدوانهم في أوكرانيا وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية. وبموجب هذه العقوبات أدرج 6 مسؤولين على القائمة السوداء، وذلك ردا على مهاجمة سفن أوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ودعم المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وتقضي العقوبات بتجميد وصول الأشخاص المعنيين وحظر ممارسة التجارة معهم. وتستهدف العقوبات خصوصا 4 مسؤولين روس في الهيئة الوطنية لحرس الحدود وخفر السواحل ضالعين في الهجوم على 3 سفن أوكرانية قبالة القرم في نوفمبر 2018 وفق وزارة الخزانة. تحولت المظاهرات الاحتجاجية لحركة السترات الصفراء في العاصمة باريس إلى مواجهات وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي لم تتردد في استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريغ المتظاهرين. وأظهرت الصورة التي تداولتها وسائل الإعلام مجموعة من المحتجين وهم يحاولون مهاجمة آلية تابعة لقوات الدرك، كما وضع المحتجون حواجز على جادة الشانزليزيه التي شهدت تجمع الآلاف من المتظاهرين في الأسبوع 18. وكإجراء احترازي لاحتواء أعمال العنف، نشرت السلطات الفرنسية أعدادا كبيرة من قوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد، وقد تم نشر 5000 شرطي ودركي و6 آليات مدرعة على الدرك في العاصمة باريس. وختاما في هذه النشرة، يتمتع الرسامون بقدرات خاصة للتحكم بأيديهم في رسم لوحاتهم، إلا أن الفنانة الهولندية راجاسينا فان دام لديها ملكة خاصة، إذ يمكنها أن ترسم لوحات أقرب إلى الصورة وبكلتا يديها في آن واحد. وزاع صيت فان دام بعد أن حقق مقطع فيديو صور لها بتقنية التايم لابس معدلات المشاهدة عالية على موقع يوتيوب، وهي ترسم صورتين للمغنيتين الأمريكيتين تايلر سويفت وسيلينا غوميز في آن واحد. وتستغرق فان دام نحو 40 ساعة لاستكمال رسم لوحة بورتورية بالألوان الخشبية. وبدأت فان دام الرسم بالألوان الخشبية عندما كان عمرها 16 عاما، مستلهمة أحد رسامي الشوارع الإيطالي. بلغنا نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.